ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا من شكل الطبق بتاعنا احنا عرفنا النهاردة اكلتنا او وصفتنا هتكون عبارة عن ايه. سموها بقى زي ما تسموها، في ناس بتسميها خلطة بيضة بالصلصة، في ناس بتسميها مسقعة. يعني اختلفت المسميات بس الطعم واحد يعني. طبعا للناس اللي بتحب الاكل الشعبي عارفينها طبعا وبيحبوها جدا جدا كمان. حاجة كده مختلفة بقى تطلع عن روتين اللحمة والفراخ والكلام ده. انا قليت الحاجات دي بسرعة لان يعني ما احتاجتش ان انا اصورها، لان احنا عارفين البطاطس بتتحمر ازاي، وعارفين البتنجان بيتنقع الاول في ملح وبعد كده بنصفيه وبعد كده بنقليه. معانا كده 4 معالق كبار من الزيت، هي كل يعني هي ما بتحتاجش سمنة خالص. 4 معالق كبار من الزيت و5 فصوص توم كبار، ومعاهم بصلاية متوسطة مفرومة. بنفرمهم ونبدأ ان احنا نقلبهم زي ما انتم شايفين كده، لحد ما تاخد اللون الذهبي. يعني نبدأ نقلبها لحد ما تاخد اللون الذهبي بتاعنا الحلو ده. والتركية بتاعتنا النهاردة ان احنا هننزل بمعلقة كبيرة من الخل، بجد بتفرق في طعمها وبتودي طعمها في ناحية تانية خالص. جربوها مش هتندموا بجد، يعني فعلا الخل ده بيودي طعم المسقعة في ناحية تانية خالص. بنحط معلقتين كبار من الخل، وبعد كده بنبدأ نقلب كده، بس بتبقى ريحتها خطيرة بجد، رهيبة رهيبة يا جماعة. بعدين بنبدأ نقلب الخل مع البتاع كده، مع البصل والثوم، لحد ما يطلع لنا الريحة اللي احنا بنحبها، ريحة الفتة، الريحة الجميلة دي. وبعد كده هننزل بعصير طماطم. بس كده، هي دي الوصفة بتاعتنا، يعني وصفة سهلة وبسيطة. التوابل بتاعتنا تبقى عبارة عن معلقة ملح، معلقة نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة كمون، نص معلقة كزبرة، نص معلقة بابريكا. بس يعني توابلها مش كتيرة خالص. ونبدأ ان احنا ايه نقلب التوابل لحد ما تدوب في الخلطة بتاعتنا او في التسبيكة بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بنبدأ بقى ننزل ايه بالبتنجان كده، نبدأ نرصه كده واحدة 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 زي ما انتم شايفين. في ناس بتحطهم كلهم على بعض كده زي ما تيجي، وفي ناس بتحب ان هي تنسقهم بحيث ان هي لو هتقدمهم او حاجة يبقى شكلهم حلو. طبعا في ناس بتحب تعملها بلحمة مفرومة زي ما احنا عملنا الخطوات دي كلها. بس مع البصلة والثوم هنحط لحمة مفرومة ونحط برضو حبة خل، ما فيهاش اي مشكلة خالص. تنفع بقى عشاء، تنفع غدا، معاها حبة رز ابيض زي ما احنا حابين، او ان احنا نغمزها بالعيش، يعني ناكلها بالعيش كده. بجد هي طعمها حلو قوي قوي. و... واللي مش مصري وبيتفرج عليا فايته كتير قوي لو مجربهاش بجد. يعني المسقعه دي من الحاجات المصريه الشهيره يعني. دي شكلها بقى بعد ما تسبك، بجد طعمها خطير وريحتها فظيعه. جربوها يا جماعه مش هتندموا بجد خالص فعلا. ريحة الخل مع الثوم فظيعة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وشكرا. يا رب اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. بحبكم. باي.